بيحمي مصالح الرأسماليين ومصالح السلطة، وكان خدام لمبارك ورجالة الحزب الوطني. هو عايز يستخدم الناس دول بنفس آلية الاتحاد العام للعمال ويجيب رجالة الحرية والعدالة، يعني استمرار النظام السابق بس بلحية زي ما بيقولوا الصحفيين. هم يريدون ذلك، وهذا مثال حي على هذه المسألة. انا بحيي المحلة وعمالها اللي فعلا مش في 2008، في 2006 في اضراب خريف عام 2006 هم اللي كانوا نذير للثورة المصرية بتحويل الحركات الاحتجاجية السياسية اللي ابتدت من 2004 و2005، وكان قبليها الناس اللي طلعوا علشان يساندوا الشعب الفلسطيني في اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. عمال غزل المحلة في 2006 بالاضراب الكبير اللي قاموا بيه غيروا مسار الخريطة السياسية، وقالوا انه هذه الاوضاع لا يمكن ان تستمر، لان عشرات الالاف نزلوا من عمال غزل المحلة باضراب عظيم، باضراب واعي حافظ على المصنع وحافظ على الالات، ولكن كان كله اصرار بان هم عايزين مطالبهم بشكل حضاري وراقي، وتضامنت معهم كثير من المصانع والمواقع العمالية، وتضامن معهم ايضا كثير من الاحزاب والقوى السياسية في مصر. تحية لعمال غزل المحلة والفلاحين المحلة والشعب المحلة البسيط والشبابها الجميل الثائر. المحلة اللي كانت دائما يعني هي زي ما قلت الشمعة الحقيقية للثورة المصرية اللي لا يمكن ان تنطفئ. تحية للجنة التحالف الديمقراطي الثوري اللي مفتوحة للتحالف مع كل القوى المدنية والديمقراطية من اجل وضع دستور مدني ديمقراطي يحقق المصالح الاقتصادية للعمال والفلاحين، من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة، من اجل حماية الوحدة الوطنية. هذه اللجنة اللي قامت في المحلة وكانت اول اللجان اللي اتشكلت للتحالف الديمقراطي الثوري بتحط بداية طريق صحيح لتحالف قوى اليسار الحريص على استكمال هذه الثورة والدفاع عن مصالح الطبقات الكادحة في الشعب المصري، وهي تمثل غالبية الشعب المصري. اذا كانوا كبار رجال الاعمال الفاسدين والمستفيدين منهم في اجهزة الدولة المصرية يشكلون 3% ولا 2%، في 95% او اكثر يشكلهم الفقراء والعمال والكادحين والفلاحين والموظفين الشرفاء والشباب العظيم للشعب المصري. تحية للتحالف الديمقراطي الثوري، تحية ايضا للقوى الوطنية كلها اللي عايزة تقف من اجل استكمال اهداف الثورة وتحقيق شعاراتها الاساسية. عايز اتكلم في نقطتين او ثلاثة بالكتير، لكن انا دايما ببقى لما باجي المحلة ببقى يعني بتديني شحنة حماس رائعة وامل كبير. عايز اقول ان هل الثورة انتهت؟ الاستاذ كمال الفيومي الراجل الرائع والعظيم هو طبعا بيقول البقاء لله، بمعنى ان هم سرقوا الثورة بتحالفهم وتواطؤهم مع المجلس العسكري وهو يمثل بقايا النظام السابق. حاولوا يسرقوا الثورة، لكن هل سرقوها؟ انا بقول كل الاضرابات اللي موجودة في كل ربوع مصر دلوقتي، من مضيف الطيران، عمال البترول، عمال الغزل والنسيج، عمال يعني مواقع كثيرة جدا في مصر، طلاب مصر اللي بيتحركوا من اجل لائحة طلابية، الاطباء اللي بيضربوا اضراب ناجح ورائع وعظيم اللي الدكتور مرسي بيحرض عليهم، واللي حزب العدالة والحرية رغم ان عندهم نقيب وافق على الاضراب لانهم بيحاولوا يخربوا الاضراب من تحت. اضراب المعلمين اللي بيتهموا اليسار والشيوعيين ان هم اللي وراه، معلمين، اطباء، مهندسين، كل فئات الشعب المصري تتحرك وبيسموها المطالب الفئوية. لا، هذه مطالب عادلة لقطاعات وفئات وطبقات من الشعب المصري تريد تحقيق اهدافها. هم دول جمهور الثورة. الثورة ما عملتش عشان فقط دستور ولا علشان حريات وانتخابات، الثورة قامت اساسا علشان الناس دي تاخد حقوقها، ومش هتاخد حقوقها الا لما تتحرر. وبالتالي غياب
تحقيق العدالة الاجتماعية لكل هذه الحركة الاحتجاجية اللي منتشرة في كل مناطق مصر بيأكد ان الثورة ما انتهتش، جذوة الثورة ما زالت مشتعلة. وهذا هو ما يرعب النظام الجديد القديم، نظام الحرية والعدالة اللي هو استمرار للحزب الوطني بس بشكل جديد. بيحاولوا يقولوا ان هم قوة ثورية. انا هقول لحضراتكم مثال واحد يكشف هل هم قوة ثورية. عمر الاخوان المسلمين ما قالوا احنا بتوع ثورة، عمرهم في حياتهم. كانوا بيكرهوا كلمة الثورة وكانوا بيحرضوا ضد كلمة الثورة منذ نشأتهم وحتى الآن. كنا في اجتماع للجمعية الوطنية للتغيير يوم 26 يناير، يعني بعد 25 يناير بيوم، مجتمعين عشان نبحث ما حدث يوم 25. والجمعية الوطنية للتغيير كانت وعاء كبير بتضم من اول الاخوان المسلمين لغاية الحزب الشيوعي، كانت هي ضمير الثورة زي ما بيقولوا. في هذا الاجتماع حضر 4 أو 5 من قيادات الاخوان المسلمين: دكتور محمد البلتاجي، دكتور سعد الكتاتني، الحسيني، محمد علي بشر، وايضا تقريبا يعني عصام العريان. يعني كانوا حاضرين معانا في الاجتماع، وكنا واحنا قاعدين بنسمع ان في 10,000 ماشيين في شارع 26 يوليو و5,000 ماشيين في الجيزة، يعني تاني يوم مش 28. كانوا قاعدين مبهورين مذهولين، وهم كانوا معتقدين قبل كده وكانوا دايما يتمطروا محدش بيحرك الجموع الكبيره في مصر ولا الاخوان المسلمين. لا، الجموع الكبيره في مصر وكل شعب مصر اتحرك من غيركم. لما قعدنا عشان نناقش ايه موقف الجمعيه الوطنيه للتغيير من شعار الشعب في انه اللي بيقول الشعب يريد اسقاط النظام، قالوا هذا شعار كبير.